السلام عليكم مولانا. أنا جينان اللي طلعت ببرنامج من حقك على الأو تي في. أنا بنت جنوب، بنت الضاحية، بفتخر إني بنتمي لدين محمد ودين علي. طلبوا مني بالبرنامج أطلع حاطة الحجاب على راسي. أنا بشوش مثل ما شايفين. طلبوا مني إنه أطلع حط الحجاب على راسي والبس شورت. انا قلت بدي ضلني محترمه حالي ومحترمه، ما طلعت بشورت. فطلبوا مني اني استفزه للشيخ وهن بيساعدوني. فانا ما كنت عارفانه حالي رح اوصل لهون، وانا ماني ضد الحجاب ابدا. ولا تهدي من احببت، الله يهدي من يشاء، والله يهديني وتحجب. بس انا بدي افرجيكم انه انا ماني ضد اي شيء، ماني ضد الحجاب، ماشي. هي كرمال تكسب المال والشهرة، فما تشهر على حساب العالم او ما تكسب مال على دين محمد وعلى الحجاب. انا كنت ماخذة الامور كنت ماخذتها لأمور سطحية وكل شيء، ما كنت متوقعة هالقد رح تكبر. وانا بعتذر من اهل الضاحية، بعتذر من صاحبين العمامات، بقدم كل احترامي لك يا سيد سامي خضرة. وبعتذر منك مش حاطة المنديل على راسي كرمال تعرف انه انا ماني محجبة. انا بعتذر من سماحة امين العام. أنا بنت بيت، بنت عيلة، بنت ناس. أنا طلبت منها للمذيعة كذا مرة تشيل البرنامج، تلغي الحلقة، ما كانت تقبل. نحن لا لنا داعش ولا صهيونية ولا اني قابضة، وصدقوا ماني قابضة. ما بفتخر اني اقبض كرمال سيق للحجاب. وبعتذر يعني ما كنت انا متوقعة انه اوصل لهون. وبقدم كل اعتذاراتي لكل اللي شافوا هيدا الفيديو.